السلام عليكم. شاهد الفيديو ولا تنسى دعمنا بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وفعل زر الجرس لتتوصل بكل جديد. أول حاجة قبل ما نتطرق طبعا المجريات المباراة، احنا كمجموعة هنايا في الوفد المغربي بعد هذا الأداء المشرف للشباب نظن أنه من البديهي أننا نقدم تشكراتنا لصاحب جلالة الملك محمد السادس نصر الله على الدعم الكبير، لأنه صاحب الرؤية الرياضية الثاقبة وصاحب الرؤية في جميع المجالات. الداعم الأول للشباب المغربي بالإمكانيات بالأكاديميات على غرار أكاديمية محمد السادس، وأيضا على مستوى البنية التحتية التي يحضر فيها اللاعبين الشباب لمستويات عالمية. وكنتيجة لذلك شاهدنا الأداء المشرف ديال هذه المجموعة الشابة من اللاعبين. هذا من جهة. طبعا من ناحية المباراة كما شاهدتوا هي تيبيكمون مباراة نهائية فيها ندية كبيرة، فيها سيناريو أيضا يليق بمباراة نهائية. الفريق الخصم عطفا ربما على أدائه ومجهوده أيضا يستحق، يجب أن نهنئه لأنه فائز مستحق في نهاية الأمر، لأنه قام ببطولة في مستوى كبير. وإحنا يمكن لنا أيضا نهنئ أنفسنا على المستويات، على الأداء، على الانضباط، على الروح اللي أبانوا عليها اللاعبين، الروح الرياضية أيضا اللي كانت جزء مهم من توجهنا على مدار جولات البطولة. طبعا الاستفادة كبيرة لأنه شيء مكون بالنسبة للاعبين يلعبوا في بطولة قارية في هذا المستوى خصوصا الفني، والمنتخبات شفتوا اللي وصلت للمربع منتخبات من قيمة كبيرة، الفوز عليها تيطلب يعني تحضير جيد، مستويات جيدة. تنظن أنه أحسن تحضير لكأس العالم هو أنهم يلعبوا هذا النوع من المباريات، أنهم يتعلموا أيضا من الخسارة لأنها جزء من اللعبة، جزء من تكوينهم، جزء من تكوين الشخصية ديال هاد اللاعبين الصغار. نتمنى أنه يعني بعد فترة ديال الراحة نقوموا بعمل تقييمي للمشاركة ونستخلصوا ربما العبر باش ربما نصوبوا او يعني نصوبوا اي اعوجاج كان في عمليه التحضير، في عمليه التعاون مع المباريات، ونمشيو لكأس العالم مسلحين اكثر من اللي جينا هنايا، ونكونوا ربما ان شاء الله ممثل يعني في المستوى القاره الافريقيه، بما اننا حضرنا شرف تمثيل القاره الافريقيه، وهذا شرف كبير يعني. طبعا يعني النتيجة قاسية على اللاعبين خصوصا في هذا السن، لما تيكونوا في هذا السيناريو يعني متقدمين. اتفق معك لأنه في الشوط الأول ربما اللي كان عندنا ربما حظوظ أكثر للتسجيل، لكن يجب الاعتراف أنه أيضا في الشوط الثاني الخصم فرض علينا يعني اندفاع وإيقاع وكاليتي دي جوار أيضا، وحطنا في مواقف صعبة نوعا ما. فما تنظنش انه افراط يعني في الثقه بقدر ما انه ايضا للخصم لو ميريت ديالو، يعني يجب يعني نردوا المنتخب السنغالي ما يستحق، لانه منتخب قوي. كان عندنا ربما امكانيه انهاء المباراه ربما بهدف ثاني في الشوط الاول يخلينا ربما نسيروا المباراه باريحيه، ولكن هذه هي كره القدم حتى بالنسبه للكبار، فما بالك بالنسبه للصغار اللي ونيفو ربما ديال التدبير ديال المشاعر، وهذا صعب شويه جدا. لذلك احنا فخورين بالوليدات الصغار. شكرا على المشاهدة. لا تنسى دعمنا بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وفعل زر الجرس لتتوصل بكل جديد.